السلام عليكم الخوت. مهم الصيف راه قرب يسالي. باقي لي ما حتى شي شهر ونص باش يرجع كلشي للقرايه ديالو، كلشي غيرجع للمجرى ديالو. اللي داخل بواحد دخله صحيحه، داخل بواحد العزيمه راه غادي يوصل. اللي داخل مشتت خايف ما ضبطش الامور ديالو راه غيدخل كما الاعوام السابقه، غيبدا يتندم على الوقت اللي ضيعو. غيولي غير يخربق. ولكن انا نقولها لك من الاخر، هاد الشهر ونص راه يمكن دير فيه واحد التحول كبير. يمكن لك تولي من المتفوقين، من الاوائل في القسم. اي نيفو كنهضر هنايا على اي مستوى كتقرا فيه، سواء الاقسام التحضيريه، سواء لينسا، سواء لافاك، سواء الثانوي، سواء عندك باك. اي مستوى راه كيهم هذا الفيديو. اليوم غادي نشارك معكم واحد، ما نقولش واحد الخطه، ولكن راه غادي المهم اللي كيتفوق راه ماشي بالضروره كيكون ذكي. زعما اللي كتقول كتشوف الاول في القسم كتقول واه هذا كيدير ليها كيفاش، راه ببساطه راه خدم اكثر منك، راه دار مجهود اكثر منك، اذا راه حتى هو الله غيجازيه احسن منك. هذه واحد بحال المعادله بسيطه. راه اي واحد كتشوفه ناضي راه غالبا كيكون سابقك بواحد الخطوه، سواء بدا بواحد البدايه مزيانه، دار شي حاجه. المهم الصيف كيعتبر واحد الفرصه نادره. علاش؟ هاد ما فيه لا فروض، ما تابعك لا ضغط لاساتذه، عندك واحد الحريه، عندك وقت كبير، عندك مركز فيه. ما تابعك شي حاجه تابعك. واخا العام الجاي نقولوا العام الجاي عندك اما سي ان سي، اما عندك الباك، اما عندك هذاك، ولكن كيبقى واحد الوقت مثالي اي طالب يمكن ليه يتفوق فيه، يمكن ليه يحيد داك التراكمات اللي عنده السنوات اللي فايته. يمكن ليه يطور الذات ديالو في اي مجالات. المهم اهم حاجه خاصك تضبط المات، الفيزيك، الانفورماتيك، وخصوص ديال الانفورماتيك. راه واخا تكون كتقرا في الثانوي في اي حاجه راه خاصك المهم تضرب شي طليلات عليها، خاصك تعرف واخا غير الالغوريثم تعرف كيفاش كيخدموا وكذا. راه ضروري ما نساوش الانجليزيه والفرنسيه، راه تابعينك خصوصا اذا كنتي كتقرا في السانكيام، في السابعه، في الثامنه، في التاسعه. راه ضروري خاصك تضبطهم، خاصك ضروري تطور فيهم، حيت تابعينك لا فلتي من الجهوي راه غيتبعوك في اي حاجه درتيها مورا الباك. المهم خاصك واخا تخلي ليهم غير ساعه ولا ساعتين في النهار راه كافيين باش تزيد المستوى ديالك. واهم حاجه هي العقليه، بانك تدخل تقول لي داخل العام الجاي بواحد العقليه ديال انك ما منظمش الوقت ديالك، عندك واحد التشتت، ما عارفش شنو دير، راه كون اكيد انك راك غادي في الخسران كما كنقولوا. المهم دابا في هذا الشهر ونص خاصك تدخل بواحد العقليه ديال ان من اليوم حتى الدخول المدرسي عندي واحد التحدي يومي خاصني نحققه باش ندخل واحد الدخله صحيحه. ندخل يقول لي هذا كيفاش كتلاحظوها، واحد كيكون بحال العام اللي فات يكون ناقص شويه كذا، كيطلع العام الجاي كيولي ناضي، كتقول هذا كيفاش دار ليها. راه ما دار حتى شي سر، راه خدم اكثر منك، دار واحد المجهود اكثر منك. بحال انت فايتو واحد هذا هو دار الدوبل ديال المجهود ديالك، راه بطبيعه الحال غيولي احسن منك. المهم اقل حاجه في هذا الشهر ونص اللي باقيه، اقل حاجه هي 4 سوايع في النهار. خاصك تطور في هذاك الشيء اللي قلت لك، المات، الفيزيك ضروري، خصوصا اللي كيقراو في الاقسام التحضيريه ولا لينسا ولا اي حاجه، راه خاصو بز منه اصلا يخدمهم. واما في الباك تا هو سيونس مات ولا سيونس بي سي، خاصهم يكونوا ضابطين امورهم في هاد الامور بحال هكا. والمهم خاص ضروري ومؤكد انك كل اسبوع خاصك تقول شنو درتي في هذاك النهار، شنو خاصني نصلح، شنو خاصني كل نهار ندير. المهم خاصك ما تنعس، تكون مرتاح وراضي على النفس ديالك في هذاك النهار. قلتي راه درت اللي عليا الكامل الله الحمد لله. المهم ماشي بالتروبو، ولكن خاصك ما تنعس، تكون راضي على النفس ديالك ولا ما تنعش. نصحك انا قاعد تسهر، ومهم تكمل داك البروغرام اللي درتي داك النهار. المهم خاصك تنعس تقول الحمد لله درت داكشي اللي خاصني نديرو داك النهار صافي. المهم ما تخلي الصيف يضيع منك وتندم عليه، تقول كون قريت واحد المده وكذا. هذا حيت انا علاش درت انا الفيديو في هذه الفتره، حيت عارف بان راه ما بقى والو باش يسالي الصيف وراك ارتحيت بما فيه الكفايه. ما صافي راه خاصك توجد لبيتي تكون من المتفوقين، وغادي تشكرني من هنايا حتى نهايه السنه. غتشوف واحد
واحد النيفو اخر غادي تولي تضحك على راسك في هاد المستوى اللي فيه دابا نتايا. المهم اي حاجه ولو واش غير ساعه في النهار المهم خاصك تركز فيها. اهم حاجه هي تركز فيها، واخا يكون داكشي قليل راه غير تركز فيها راك المستوى ديالك غيطير، غيولي واحد المستوى اخر ما يتعلق غادي ما غيوصلوش ليك. المهم وما تنساش ديروا لايك سبسكرايب في هذا الشين. اكتب لي كومنت داكشي اللي بغيتي ديرو في هذه العطله وين مستوى انت كتقرا فيه باش ناخذ واحد الفكره على الجمهور ديالي.